الاهلي قدام المقاولين لازم يعلي جوه جسمنا الادرينالين. ليه اخلي الناس مرتاحه؟ وليه اخلي الناس يعني يجيلها ملل لما انا ممكن اخلي الناس لحد الاخر دقيقه عندهم سسبنس واثاره وتشويق؟ ليه اخليكم مرتاحين؟ طب ما اخليكم قلقانين. هو ده اللي الاهلي عمله النهارده، بغض النظر عن اي اجهاد، بغض النظر عن اي اصابات. انت عملت حاجه يعني حلوه قوي في بدايه الماتش، جبت ضربه جزاء وسجلت هدف وجبت كمان التاني. الاول قبل اي حاجه يا ريت كل اللي بيسمعني يعمل لايك عشان الفيديو ينطلق ان شاء الله، ويعني يعمل سبسكرايب لو هو مش عامل سبسكرايب. انت جبت جونين وخلاص، ربنا يعني كرمك والدنيا سلكت. طب ما تكمل، ما تدوس. ايه اللي يخليك انك انت يعني تتوقف عن كده؟ ماتش الاهلي، لايك واشتراك وشوف اللي وراك. طب ما تكمل، طب ما تدوس، طب ما تخلص الماتش وتنهيه. يعني النهارده انت عندك ماتش مع سان داونز وعاوز تريح لعيبتك. لما تطلع الشوط الاول 3 و4 هنعمل ايه؟ هنريح علي معلول، وهنريح شناوي، وهنريح محمد عبد المنعم، هنريح محمد هاني. لكن انت ليه تعمل كده؟ لا، ما بقاش الاهلي. هو انا يعني اللعيبه دي مش عارفين خلاص ان هي سيستمها خلاص ان هو الاستهتار؟ اجيب جون واستهتر، اجيب اتنين يبقى استهتر قوي. ده اللي حصل. احنا ما جبنا جون واحد بس فضلنا مريحين خالص وهادين. ربنا كرمنا وجبنا الجون التاني استهترنا قوي، دخل فينا الجون بتاع المقاولين. طبعا الماتش كان بعد الجون بتاع المقاولين الماتش قلب. يعني انا لاول مره الاقي الاهلي بيضيع وقت. تخيلوا ان الاهلي لعب الشوط التاني كله بيستهلك وقت، بيستهلك وقت. مش عاوز يجيب اجوان، مش عاوز يجيب اجوان، مش عاوز يهجم حتى، مش عاوز يبذل مجهود. سميه بقى ان اللعيبه خايفه على الفوز، اللعيبه عاوزه توفر جهدها. بس المستوى ده قبل ماتش سان داونز والقطن يقلق جدا 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 جدا. يعني انا خايف على الاهلي في ماتش سان داونز. لو المستوى ده تعب، لو المستوى اللي احنا شفناه ده تعب وارهاق، يبقى احنا خلاص مش هنلعب ماتش سان داونز حلو، لان احنا تعبانين اساسا دلوقتي، فما بالك لما نروح نلعب سان داونز. اما لو كان اختزال للجهد وتوفير للجهد فموضوع موضوع تاني. لكن الاهلي اتحط عليه بان هو لعب ماتشات كتير في وقت قليل. الشوط الاول الاهلي كان باديه كويس، ودي البدايه اللي احنا لازم نعملها كل مره، اللي هي الرعب اللي نسببه للمهاجم المنافس، ان احنا ننزل ضاغطين 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 لحد ما يحصل حاجه. هي فعلا نزلنا. طاهر محمد طاهر الماتش الثاني على التوالي يعني بيعمل جهد يشكر عليه ايا كان، حتى لو ما كملش الماتش كله بنفس المستوى، او لو ما كملش الشوط الثاني خالص اصلا يعتبر ما جاش يعني، الا انه ضغط على الواد فتسبب في ضربه جزاء. ضربه الجزاء اولا دخلها علي معلول. حظنا حلو ان هي جت. علي معلول لعبها وحش، لعبها وحش جدا. حظنا حلو ان هي جت. لو هي ما جاتش كان هتبقى في مشكله عند النادي الاهلي في ضربات الجزاء. خلاص كده بقت يعني هنبقى عندنا عقده كبيره يعني. خلاص جبنا الجون تمام ماشي، هدينا انبطينا شويه، وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا. مروان عطيه كان برضو عامل فوقان في وسط الملعب. يعني يمكن الشوط الثاني اللي فرق ان مروان عطيه كان عامل فوقان في وسط الملعب. الشوط الثاني ديانج لما نزل لا، ما عملش نفس الفوقان، وحمدي ما عرفش يعمل نفس الحركات اللي كان بيعمل، لان مروان عطيه هو اللي ادى الجون لمحمد هاني. عمل تمريره من خلف المدافعين، تمريره حلوه جدا. محمد هاني ربنا كرمه ان هو يعني تعبان في الفتره الاخيره، فعمل عرضيه. هي كده كده العرضيه كانت رايحه باتجاه بيرسي تاو او كانت رايحه باتجاه شادي حسين، فكان حد منهم ممكن ينكش، لكن خبطت في مدافع المقاولين ودخلت جول. مش بقى نكمل كده، لا. كعاده النادي الاهلي وقافت اللعيبه دي وقافت الجيل دوت الاستهتار والتريح، فراح المقاولين بغتنا بجون. الجون ده المشكله ان هو جاي من الجنب الشمال بالنسبه للمقاولين، او يعني من جنب محمد هاني. طيب كان موجود مروان عطيه ما ضغطش حلو على الواد اللي رافع الاوفر، ومحمد هاني كان ورا مروان عطيه. طب سيبك الاوفر خلاص اترفع، المفروض على الجنب التاني بقى يبقى واقف مين؟ ياسر ابراهيم وعلي معلول. لا، ده انا لقيت ياسر ابراهيم كان متمركز في الوسط، هو ومحمد عبد المنعم مرحلين. اللي كان ماسك الواد مين؟ طاهر محمد طاهر اللي هو الجناح بتاعنا، وعلي معلول. بص، في محمد عبد المنعم في واحد واقف زياده اللي هو ياسر ابراهيم، واقف زياده ما بيعملش حاجه خالص. وراه علي معلول ووراه طاهر محمد طاهر.
ياسر وعلي هم الاثنين واقفين جنب بعضيهم، والواد جاي من ورا طاهر، وطاهر بعيد يعني مش بعيد عنه، طاهر على الطرف منه. يعني اللعيب ما بين علي معلول وطاهر محمد طاهر. لا طاهر اتدخل بدماغه، وصراحه صعب ان طاهر يتدخل بدماغه، هو الراجل ده بتاع علي معلول، واحنا عارفين ان علي معلول ما بيعرفش يغطي دفاعيا. بصوا خلاص هي بقت واضحه، علي معلول لا بيعرف يغطي دفاعيا بالراس ولا بيعرف يغطي دفاعيا بالقدم، لان المره اللي فاتت في جون سان داونز علي معلول بدل ما يجري على الكوره راح متزحلق عدت منه جون. ادي كوره نفس الكلام عرضيه اهي، بدل ما يطلع بدماغه سابها، دخل الواد ما بين طاهر وبين علي وحطها جون. طبعا في خطا برضو على ياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم واقف نايم مش مرحل. المفروض الطبيعي ان محمد عبد المنعم خلاص ماسك واحد، اللي وراه ياسر ابراهيم، اللي وراه علي معلول. طاهر محمد طاهر اصلا تواجده في المكان ده اصلا المفروض ما يبقاش متواجد في المكان دوت، يعني مش مطلوب منه يتواجد في المكان دوت، لان هو اساسا جناح. فالكرة دي ما بين علي وما بين ياسر، والخطأ كمان ان علي ما اشتركش بدماغه، ده جاي يشترك برجليه، ان هو واقف اصلا نايم مش واقف صح. هدف، والجبهة دي دايما بتعمل لنا مشاكل لما ترفع منها عرضيات. خلاص اتكهرب الماتش بان المقاولين جاب جول. طبعا خلال بقى الشوط ده في فرصتين لبيرسي تاو، واحدة ضغط وجابها واستحوذ عليها وشاطها جت جنب القائم، وواحدة تانية اتعملت كرة ثابته، علي معلول خدع الكل لعبها لبره، بس الكوره اصلا كانت جوه ال 18، خدها بيرسي بشماله مره واحده جت من جنب الجول. وجات له فرصه ثالثه في الشوط الثاني وضيعها، كان لعبها له اصلا زي طاهر محمد طاهر لعبها له جوه العرضيه، يعني خبطت في واحد وجات له خلاص انفراد، يعني يعتبر شبه انفراد، انفراد من الطرف شويه. وعقبال ما استلم وحنجل نفسه واتدلع واتمرجح ومش عارف ايه، شاط جت في جسم الواد، ردت له تاني عمل عرضيه محمد السعودي. طب بيرسي تاو ما لعبش مهاجم يا جماعه، بيرسي تاو مكانه مش مهاجم، لان الشوط الثاني لما مارسيل كولر اتدخل عمل تغييرات، طلع مروان يمكن حس باصابه او حس بحاجه ونزل ديانج. طبعا الاهلي هبط بعد ما مروان خرج، ديانج بيستمر في مستواه مش حلو تماما، مش بيقدم الحلول ولا بيقدم الزياده، مش هو ده ديانج اللي احنا نعرفه. طبعا الشوط الثاني شوط وحش جدا جدا، من اوحش الاشواط اللي هيلعبها. الاهلي كان بيلعب فيه على ان هو يضيع وقت على قد ما يقدر، استهلاك للوقت على قد ما يقدر. قفشه نزل، قفشه غضبان زعلان متضايق، ما تعرفش، مش عارف هل قفشه بيهتم باللعب الفردي اكتر من اللعب الجماعي؟ يعني هل بيهتم لنفسه؟ طب حتى لو اهتم بنفسه مش شايفين حاجه، يعني في كوره جات له رقص فيها كده، والواد يعني حط ايده معاه وبعد كده سابه وراح وقع نفسه او راح وقع، هو اصلا اناني، هو لو كان لعبها لغيره كان الموضوع اتحل، لكن هو اصلا فكر في نفسه فراح الشمال وبعد كده راح قاطم يمين، وبعدين عاوز يعدل عشان يشوط برجليه عشان هو عاوز يجيب جون. قفشه داخل في حاله عناد، حاله تحدي مع الناس بتوع السوشيال بقى، مع الجمهور ايا كان، ان هو عاوز يقول انا لعيب جامد ولعيب حلو، فطب هثبت ازاي لعيب جامد ولعيب حلو لما اجيب اجوان، فاجيب اجوان بقى واروح انا ارد عليكم اهو بصوا انا جبت اجوان. قفشه نزل مكان قندوسي ما عملش حاجه، قفشه يعني ما ضافش الاضافه اللي هي المرعبه. نزل رأفت خليل ما عملش حاجه برضو، خرج بيرسي تاو ونزل رامي ربيعه. خلاص هو هنا كولر عمل حاجه، يعني احنا كنا بنطالبها قبل كده ان هو ما تفتحش الملعب وما تلعبش لحد اخر الماتش هجوم، فهو بالتالي قرر ان هو يدافع عشان يحافظ على الثلاث نقط. محمد اشرف نزل وعلي معلول دخل في مركز الجناح. كنا اصلا عاوزين نريح علي معلول، لان علي معلول هيلعب ازاي يا جماعه كده ماتش سان داونز؟ بس الحاجه الثانيه ان محمد اشرف ما بيعرفش يدافع. طب بيعرف يهاجم؟ ما عملناش حاجه هجوميه، يعني محمد اشرف لا عمل لنا حاجه هجوميه، اللي هو مثلا كنا متفائلين بيه خير ان هو بيرفع اوفرات حلوه السنه اللي فاتت، لكن للاسف بيعمل مشاكل دفاعيه. يعني عمل مشكله دفاعيه في كوره في الدقائق الاخيره، زق الواد الحكم فوتها، دخل على الثاني برجليه الحكم حسبها فاول وانذار عليه، فهو اصلا ما بيعرفش يدافع. يعني يعني محمد اشرف ثغره كبيره جدا لو لعب، احنا فعلا محتاجين حد شمال، ما اعرفش بقى الدوري في حد ممكن يلعب شمال ولا لا، او خلاص علي معلول نلعبه مركز جناح ونجيب مهاجم، قصدي اجنبي مكان علي معلول يلعب في الشمال. لكن محمد اشرف يعني وحش جدا، وحش جدا دفاعيا، وانا مش عارف يعني محمد اشرف انت بتاخد فرص بس استغل يا ابني الفرص دي، ده انت بتلعب على احسن لعيب شمال في مصر. يعني تخيل انت بتاخد فرصه على لعيب شمال في مصر بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات، علي معلول يا ابني، يعني على الاقل لو انت ما عندكش مهاره بين لنا مجهود، بين لنا حماس. يعني مفيش، انا ما بشوفش محمد اشرف صراحه يعني بيحاول ان هو يحارب على مكانه، حاجه مستفزه. الاهلي فعلا يعني اداؤه مش مطمئن، شكل كده يخوف قوي قدام سان داونز.
آه، الاهلي كان في الشوط الثاني بيحاول اي كرة يطول فيها يمط فيها. الشناوي نفس الكلام عشان يستهلك وقت ويضيع الوقت عشان الماتش يعدي على خير. مش شايف حد ممكن اقول عليه ان هو احسن واحد في المباراة. الحقيقة كانت المباراة ممكن تمشي احسن من كده، وكان شكل الاهلي احسن من كده، وان احنا لما جبنا جونين قلنا خلاص ده احنا كده هتفتح وكده. انما الاهلي مرة واحدة دروب. ما اعرفش الدروب ده مقصود ولا ايه، ولا يعني هدوا اللعب وعشان خاطر عاوزين يعني يعني يدخروا جهد ولا ايه. مش عارف لكن حاجه غريبه جدا اللي حصلت من الاهلي. حتى شادي حسين برضو نزل زي ما هو، نفس المستوى، ما فيش اي جديد عنده، ما فيش اي اضافه، ما فيش اي حاجه شفناها من شادي حسين. ماتش كان صعب. كويس ان احنا كسبنا 3 نقط. اتمنى ان يكون اسطوره ان الاهلي بيتحول من دوري المجموعات لما يخش ادوار الاقصائيه بيبقى حاجه تانية. بس اتمنى اصلا هو يخش الادوار الاقصائيه، هيبقى ماتش صعب جدا. لو في حد سمعني لحد دلوقتي، انتوا ناس جامدين جدا وناس حلوين جدا، انتوا قاعدين لحد دلوقتي، بشكركم. نتقابل في حلقه جديده. صلوا على الحبيب به الدنيا تطيب، والى لقاء قادم.